خبير اللوائح بيتكلم مع واحد رئيس لجنه شؤون اللاعبين، يعني الاثنين عارفين بيقولوا كويس والاثنين عارفين القانون بيقول ايه كويس. هقف مع يعني نقط بسيطه جدا قبل ما اروح لساده الضيوف. كلام خبير اللوائح والقانون الدولي استاذ محمد بيومي لما بيتكلم ان كهربا هيدفع والاهلي هيدفع، لان المسؤوليه هنا متضامنه بين الاثنين. هو كمان بيتكلم على ان لو الاهلي ما يعرفش او الاهلي يعرف ان اللاعب عنده كذا كذا، ده مش يعرفه بس يا استاذ محمد، ده هو اللي حرض وهو اللي هرب وهو اللي خطط وهو اللي نفذ وهو اللي اتفق مع ابن جوزيه على النادي البرتغالي. قفيش كابتن مجدي كده صح؟ قفش صح كده؟ لا لا عشان بس عشان بس كابتن مجدي يقول، فهو اللي اتفق مع ابن جوزيه على ان يجيب اللاعب، نعمل له محطه بره ترانزيت يرجع على النادي الاهلي زي ما حصل قبل كده مع احمد فتحي وزي ما حصل مع اسلام الشاطر. هي دي طريقتهم وهي دي المعهوده. النقطه المهمه والخطيره اللي قالها الاستاذ محمد بيومي ان الحكم كمان طالع من الاتحاد الدولي او من المحكمه بيستشعر ان الاهلي متداخل في هذا التحريض وهذا التهريب، لكن ما عندوش ادله. والدليل عند كهربا، وده اللي هو ماسك النادي الاهلي من ايده اللي بتوجعه ولاوي دراع النادي الاهلي، فهيدفع. ما دفعش هو النادي الاهلي هيدفع له والبيبو هيدفع له. ليه؟ لان هو لو طلع قال كده يبقى باذن الله كده زي ما الاستاذ محمد بيومي قال الاهلي يهبط للدرجه الادنى، يلعب بقى مع مركز شباب بسوس عندنا ويرجع مع يلعب مع مركز شباب البطيخ ويركب مع مركز شباب بشالوش، هيلعب بقى في النقطه دي. فاكيد طبعا البيبو مش هيسمح بكده، واكيد ان شاء الله هيدفع. لكن اللي انا عارفه واللي يهمني في القصه كلها ان مرتضى منصور انتصر، ان نادي الزمالك انتصر، ان حقنا مضمون شمال يمين، هناخد فلوسنا والفلوس عماله تزيد وربنا يزود الخير لنادي الزمالك. استاذ منتصر. طيب يا كريم، بص بالتاكيد انه قضيه كهربا من اول ما بدات 2019 وكلام نادي الزمالك سواء المستشار مرتضى منصور او امير مرتضى منصور مشرف على الكره لم يتغير. نعم. كهربا لاعب متعاقد مع نادي الزمالك، قبض على العقد بتاعه الفلوس اللي بيقول ان انا ما وضيتش عليها، عقده موثق. احمد مجاهد قال انه عقد كهربا موثق، مجدي عبد الغني قال ان عقد كهربا موثق. هو الراجل استمع للشياطين والشياطين لعبت في دماغه، فقرر يروح قافش عشان كابتن مجدي عبد الغني قافش فيكتوريا البرتغالي. نعم. تمام. فقرر قعد معهم اسبوع يتفسح، فالنادي الاهلي راح لقاه واقع في الطريق على راي امير مرتضى منصور. ابن جوزيه الوسيط على فكره. وعايز فلوسه. لقاه في الشارع بالمره. لا يعني بالمناسبه ده لعيب طالب الكابتن الخطيب وطالب الناس في الاهلي انه عايز فلوسه. ابن جوزيه. خد بالك ابن جوزيه اللي هرب قبل كده احمد حسن كوكا. ما هو يا باشا. نعم. ما علينا. فالمهم فالنادي الاهلي لقاه واقع، فقال له يا كهربا حبيبي انت قاعد ما عندكش نادي، ده الاسطوره عايزك مستنيك اهو، تعالى احنا ايه انت اتظلمت كتير فتعالى نلعبك. تمام. فراح اخترق الفقاعه وراح سلم على ابو تريكه رغم ان في الاهلي في كاس العالم للانديه، اتخانق مع سيد عبد الحفيظ واتغرم مليون جنيه وشتم الشناوي. المهم يعني راجع استقراره بيتي كلها مشاكل، وبيتصور مع عم حارس دلوقتي الانستجرام. احنا لينا انه حق نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور جابه من اول يوم كان بيقول انه حق نادي الزمالك مش هيضيع. طيب الاعلام المغرض، الاعلام الموجه، الاعلام اللي ما عندوش ضمير، الاعلام اللي ما عندوش حياديه كان بينحاز للاعب. عمرك ما شفت اعلامي خرج قال لك اللي هارب كهربا من نادي الزمالك، مع انه راجل هرب من نادي الزمالك واخل باتفاقه وخل ببنود تعاقده، يعني خان نادي الزمالك زي ما الحاج محمد مصطفى خان كلمته مع نادي الزمالك. تمام. فكهربا نادي الزمالك خلاص فيفا ومحكمه كاس 2 مليون دولار و200,000 دلوقتي بيه 600 تقريبا بالفوائد المركبه ال 5%. يضرب بقى 33. اسمعنا اعلاميين موجهين وغير محايدين تبنوا انه كهربا هيلعب يوم 11 بعد انتهاء ال6 شهور، مع انه الفيفا ده يا جماعه قالب بيه ما بيهزرش. نعم. يعني الفيفا لا يعرف اساطير ولا يعرف كهاريب. الفيفا قدامه ورق نادي الزمالك من A to Z قانوني وموثق باعترافات اتحاد الكوره ولجنه شؤون اللاعبين وكل الادله والبراهين. فبالتالي النهارده الفيفا امهله 45 يوم، يا ابني لو ما دفعش الا ب 45 يوم هتتوقف 6 شهور. فالباشا بلطج ما دفعش على الفيفا فقال له احنا ما بنهزرش، تعال البس في ال6 شهور عشان احنا خارجين. تمام. فخد ال6 شهور. يجي بقى الاعلام المغري الثاني يجيب احد كل من هب ودب دلوقتي يقول لك اصل انا ايه خبير لوائح دوليه وبتاع، قال لك اصل هيلعب وخدوك لسكه ايه بقى؟ ان الاسطوره او الاساطير الوهميه اخترعت قال هتضحك على الفيفا. يقول لك اصل الفيفا ما حطش في القوانين بتاعته
انه بعد ال6 شهور لو اللعيب ما دفعش ايه اللي هيحصل. فالنادي الاهلي اخترع كده، يعني توصل للقنبله الكهربائيه في كره القدم. فبالتالي النهارده مع ان هو نفس الشخص يقول لك ايه، خد بالك اصل ده ما حصلش في العالم كله ان اللعيب خد عقوبه 6 شهور ما دفعش. قال يعني العالم كله والانديه هبله وهم الاذكياء الاشاوس. انا اللي عارف الصعبان عليا يا مين ان انا شايف حتى هذه اللحظه ان المستشار مرتضى منصور احن على كهربا من بيبو. طبعا والله اللي بيقول له يا ابني تعالى طب انت يا عم كهربا قاعد فيديو 3 دقايق في تاريخه كله. اي نعم انت ما حدش بيحاسب في النادي الاهلي من جمعيه عموميه ولا حاجه ثقه في الاسطوره. ما حدش بيقول ال 11 مليون اللي بياخدهم كهربا كل موسم ده لعب بيهم كام دقيقه وافاد النادي الاهلي بايه؟ صحيح هو ركع قدام بيبو مره ولبسه الميداليه مره، ومره راح يشد الواد ابن مؤمن زكريا واتخانق مع محمد فضل واتساوت في قعده عرب ما حدش حاكمه ايام ما البيه احمد مجاهد. انما ما حدش بيقول الراجل بقى له 3 سنين في النادي الاهلي متعاقد مع النادي الاهلي وبياخد عقد 11 مليون جنيه، ولا بيقول لك ايه ده احنا هنجدد له. هو عمل حاجه عشان تجدد له؟ هتجدد له عشان تدي له مش عارفه فلوس متاخره وفلوس متقدمه عشان ندفع الغرامه. طب دلوقتي نادي الزمالك ليه 70 او 80 او 90 مليون جنيه بسم الله ما شاء الله، وشه حلو يعني الدولار بسم الله ما شاء الله مش راضي ينزل يعني. الجماهير عماله تحسد دلوقتي، عماله واحد بقت لي 85 مليون بقوا 90 مليون بغض النظر يعني. أكبر يعني. بغض النظر هو وشه حلو على النادي الاهلي يعني. لما لعب السوبر كسبنا السوبر، لو اشركوه الاهلي هينزل درجه رابعه. طب لو كهربا جه قال مين حرضني درجه رابعه. بس انا اتوقع، انا بقول لك مش مرتضى منصور حن عليه وخايف على مصلحته، بيقول له يا ابني تعالى سجل فيديو 5 دقايق قول مين حرضك، وده حق ربنا على فكره، ده حق ربنا لان الناس بيعاه يعني. احنا نتمنى كنادي الزمالك ولا فارق معانا تلعب ان شاء الله من بكره، بس ادفع اللي عليك، ادفع حق نادي الزمالك اللي مشوار مرتضى منصور حريص على كل مليم فيه. انما انت حرصا على مستقبلك كلاعب، قال لك تعالى سجل فيديو قول مين ضحك عليك. هيدفع. هو انت لما تقول كده هتغضب ربنا مثلا؟ ده انت هتقول يا ابن الحقيقه وهتنقذ نفسك، وبعدين الناس ما دفعت، الناس شغاله تجيب صفقات يعقوبه ومش عارفه مين، ويطلع عنده اصابه مزمنه مش عارفينه خد فلوس ولا حد طالب مكاشفه. ما حدش طالب مكاشفه اللي هارينا مكاشفات. يا سلام دي لو في نادي الزمالك يعقوبه ما حدش قال افيولا اللي جه سافيولا ده ولا افيولا اللي كل جاب جون عبيط كده في نادي الزمالك هيعيش عليه لحد ما ياخد عقده كامل ويتكل على الله، زي ميكوسوني وموكيسوني وبرستاو. لا ما حدش بيحاسب. فبقول لك حاجه، كهربا لازم ينقذ نفسه لانه مش هيلمس الكوره طالما نادي الزمالك ما خدش فلوس. نعم استاذ عمر. موضوع كهربا اصلا واضح، بس هو في نقطه مهمه جدا يعني في الاول لازم نقولها، ان انت الخطاب من اول ما جه للاتحاد الكوره وهو واضح، مفيش كلام واضح مفيش كلام فيه بيقول ان هو خلاص لازم يلعب وان هو متاح ان هو يلعب ويشارك سواء مع الاهلي او مع اي حد. لا، الخطاب هو الصيغه القديمه، وده اللي علمك اللغط بقى ان انت في ناس كتير مشيت في قصه الايقاف اترفع وخلاص هيلعب وبقت الناس تتكلم وتهلل في القصه دي. لكن نقول لحاج عامر حسين طلع ولما سال بسؤال واضح موقفه هيلعب ولا مش هيلعب، كان قبل ماتش مصر تقريبا اللي احنا كلمنا الفيفا ومفيش جديد في الموضوع ورد واضح. الاهلي اصر وطلب منهم جواب تاني، بعتوا جواب تاني برضه الرد كان واضح برضه. نهايه الموضوع ان انت مش هيلعب الا في حاجتين، ان هو يسدد او الزمالك يتنازل. الجزء ان هو يسدد اعتقد فيه واضح ان هو لغط رقم كبير جدا زي ما انت بتقول كده، ان هو النادي الاهلي يساعده في الفلوس، ده برضه موضوع مشكوك فيه، ما تعرفش ممكن يحصل فيه ايه. التنازل ده متاح زي المستشار مرتضى منصور قال له في فيديو انا شفته من يومين. التقسيط مش التنازل. اللي هو بص ان هو يتنازل عن قصه ان هو يدفع الفلوس كاش كلها مره واحده مقبول ان هو يعمل، بس بشروط ان انت تيجي تعمل فيديو وهو حتى باللفظ بيقولوا انا بساعدك وعايزك تلعب وعايزك تكون موجود، بس انت قول في الفيديو ايه اللي حصل في الموضوع. اكيد بس هي الامور واضحه جدا. ده برضه يا عمر زي ما بتتكلم، يعني بتتكلم على قضيه كابتن محمد صلحي الموقف، واستاذ مرتضى برضه هنا الموقف والقيم والمبادئ هو بيتكلم على دي. لا لازم نتفق على حاجه. بص نادي الزمالك هو النادي الوحيد حاليا في منظومه الكره في مصر او منظومه في مصر كلها اللي هو واضح كل اموره على الهواء ومفيش اي مشاكل فيها. انت اي حاجه ولا حاجه، انت لما يحصل لغط في موضوع بيجي يعني في موضوع كده مستشار مرتضى منصور طلع فواتير وطلع شيكات قدام الناس. لما موضوع الوردي مشي، زكريا الوردي مشي طلع قدام الناس. انت نادي الزمالك نادي ما عندوش اي مشكله مع اي لعيب جه خلال من 2014 تقريبا، مفيش لعيب حصل فيه مشكله مع نادي الزمالك، مفيش لعيب اتجه للشكوى حصل فيه مشكله، كل الامور انت بتحل مشاكل قديمه. لكن بتيجي توصل لموضوع كهربا، ده موضوع
الاعلام بيوجهه المغرض لجهه ثانيه. كهربا حتى الان الامور واضحه، مش هيلعب الا لما يدفع. اي كلام غير كده